اهلا. ازيك يا عابد؟ الحمد لله. طمني عليك، اخبارك ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ كويس كويس. الشقه عجبتك؟ حلو. قابلت اسحاق؟ قابلت. ما عرفتش منه بيورا كان عايز ايه بالظبط؟ قال كان بيسأل عليا، مالش غير كده. يا اخي فكرتني، انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت قلبك قاسي ولا ايه؟ والدتك وخالتك ما وحشوكش؟ ياه جدا. طب ايه المشكله؟ ما تسافر تطمن عليهم وترجع تاني. عايزنا نسافر؟ الاسبوع الجاي هستناك في مارسيليا. مارسيليا؟ بيقولوا الرحله دي في البحر من مارسيليا لحيفا في الوقت ده من السنه بتبقى رحله ممتعه قوي. وهات عربيتك معاك. عربيتي؟ ليه؟ هتشحنها معاك لاسرائيل. لا 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 افهم بقى يا يوسف بيه، قلت لي اشتري عربيه وحددت لي الماركه والموديل من غير ما اعرف ليه، واشتريت العربيه وسجلتها هنا في باريس. دلوقتي عايز نسافر بيها مارسيليا، يعني 800 كيلو سواقه عشان اشحنها لحد حيفا؟ ليه؟ ليه؟ ما كنت بعت العربيه دي هنا واشتريت واحده تانية هناك. التلات الجاي زي النهارده الساعه 2 الظهر. هستناك عند قلعه المينا القديمه في مارسيليا، ما تتاخرش. إسرائيل؟ هتسافر إسرائيل تعمل إيه؟ هو أنت لحقت تقعد هنا؟ احنا بقالنا في فرنسا اكتر من شهرين. امي وخالتي وحشوني. يعني أنت عاوز تسافر وتسيبني أنا هنا لوحدي؟ لو عايز تعالى معايا. أنا معاك فين؟ بلدنا اسرائيل، الوطن الام، انت نسيت؟ لا يا عم، لا أم ولا أب، أنا هنا كده مبسوط. عبد، اوعى لما تسافر وتقابل استر تغلط وتجيب أي حاجة عن بولينا. طب اكتب لها جواب. اكتب لي مين جواب؟ لاستر مراتك يا اخي، من حقها تطمن عليك وتعرف ظروفك عامله ايه. ما انا ببعت لها كل الفلوس اللي هي عاوزاها واكتر شويه، يعني عاوزه مني ايه اكتر من كده؟ ثم بصراحه انا اللي بيني وبينها خلاص خلاص من زمان قوي يعني. خلاص ايه؟ اتطلقتوا؟ لا، مفيش بيننا وبين بعض الكهرباء. بينك وبين بولين في كهرباء؟ بولينا بولينا يا عبد الله، كهرباء عاليه عاليه قوي، فولت ما حدش يستحمله الا انا. طب اكتب. اكتب ايه؟ اكتب جواب لمراتك اخده معايا وانا مسافر. ليه؟ وطلع فلوس من الخزنه اخدها لها معايا. فلوس؟ ايوه. فلوس ايه؟ ما انا لسه بعت لها. تاني بعت لها تاني. تاني؟ طيب ممكن اطلب منك طلب؟ عايز ايه؟ تمليني اكتب ايه؟ اكتب. إلى زوجتي الحبيبة أستر، جميلة الجميلات،
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رحلتك كانت كويسة؟ كانت طويلة. أكيد طبعا تعبان وجعان، عشان كده قلت نيجي على هنا تريح شوية وتاكل لك لقمة قبل ما أوصلك الأوتيل. واوعى تقول لي إنك أكلت في السكة أو إنك مش جعان. أنا مش جعان، أنا ميت من الجوع. طب خد، شوف عايز تاكل إيه. عابد، قول لي. اديني مفاتيح عربيتك لو سمحت. مفاتيح العربية؟ ها، اخترت هتاكل ايه؟ هو مين ده اللي خد عربيتي ومشي؟ انا رايي ناكل بويابيز، اشهر اكله هنا في مارسيليا، جنبها شويه سلطات كده. ايه رايك؟ ماشي ماشي يا دون يوسف. جرسون، هتلاقي هنا أوضة محجوزة باسمك. عايزك الصبح من بدري تطلع على محطة الركاب في الميناء التجاري وتشحن العربية على المركب اللي هتسافر بيها لإسرائيل. أنهي عربية دي اللي هشحنها؟ عربيتك. وهي فين عربيتي؟ هتلاقيها الصبح واقفة هنا قدام الأوتيل، وهتلاقي المفتاح في الريسبشن موجود باسمك، ومعاه أوراق شحن العربية وتذكرة السفر. عابد، عايزك أول ما تنزل حيفا تدور على شقة في أحسن منطقة هناك. الشرط الأساسي للشقة دي إن يكون فيها جراج خاص بيك أنت لوحدك، ويا ريت تكون قريبة من المينا. دي هجيبها منين دي؟ متحملش هم، كل شيء معمول حسابه. طب أقدر أعرف العربية بتاعتي هتعملوا فيها إيه؟ بنحط لك فيها شوية حاجات هتحتاجها الفترة الجاية. طب والحاجات دي هتتحط جوه العربية؟ وإزاي هخرجها؟ برضو ما تحملش هم، جاكوب هيتولى الحكاية دي ويفهمك على كل حاجة. جاكوب؟ أيوة جاكوب، اعتمد عليه يا عابد. جاكوب ده هيساعدك في حاجات كتير قوي. يلا بقى انزل عشان تلحق تنام لك شوية، انت لازم تصحى الصبح من بدري. طب وهدومي؟ أنا حاجتي كلها كانت في شنطة العربية، هفضل كده لغاية الصبح. الشنطة هتلاقيها فوق في اوضتك. على فكرة يا عابد، انت اسمك من هنا ورايح هيبقى معانا فيه 33. افتكر الاسم ده كويس قوي واوعى تنساه. في 33. يلا تصبح على خير. وانت من أهله.
رضوان، الحاجه جهزت؟ كله هيبقى تمام يا فندم، اطمن. امال محمود فين؟ تحت العربيه. محمود محمود، ايه الاخبار؟ قدامنا ساعتين سعادتك ونخلص. طيب عايزك تفنش مكان اللحام كويس قوي عشان محدش يشوفه او يشك فيه. ما تقلقش يا فندم، ولا الجن الازرق هيعرف ان العربيه دي فيها لحام. طيب انا هطلع رايح فوق شويه، وانتوا لما تخلصوا تعالى قول لي علشان انزل اتاكد ان كل حاجه تمام قبل ما تودي العربيه الاوتيل. تحت امر سعادتك. Voilà les clés de la voiture. Très bien, monsieur. Allez les gars! Pardon. De rien. Bye bye papi. حضرتك مسافرة لوحدك؟ ايوه وانت؟ وانا كمان مسافر لوحدي. طب حضرتك برضو رايحة حيفا؟ ايوه وانت؟ وانا برضو رايح حيفا. طب اقدر اخدك من بابي شوية واعزمك على حاجة تشربيها؟ يا ريت، انا بحب الفودكا. تحت امرك. اوكي. اتفضلي. باي بابي. باي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عابد. عابد الياهو زخاري كرمان. وانتي؟ ديانا. ديانا مطر. ديانا اسم جميل. اظن إلهة الحب عند الرومان؟ لا، هي اله الحكمة والقمر والصيد. ده ما يهمنيش بقى، ده في الكتب، إنما على أرض الواقع واضح إنها إلهة الحب من غير أي منازع. باين عليك شيء قوي. أيوه بالظبط. إنما أنت رايحة إسرائيل تعملي إيه؟ انا مهاجرة على هناك. احنا من اصل عراقي ابد، رغم ان انا عشت طول عمري تقريبا في فرنسا، بس دايما كنت بحلم اجي اسرائيل. عارف ابد، بابا ليه عقلية خاصة، مش مؤمن بإقامة دولة اليهود. العقيدة بتاعته ضد دولة إسرائيل. أيوه أنا سمعت إن في ناس كده. في صحتك. يا فاضل ابد، انت صبرا؟ أيوه أنا مولود هناك جنب القدس. بجد؟ طب احكي لي الاحوال شكلها ايه هناك؟ من ناحية إيه؟ يعني
انا سمعت ان هما بيدوا لكل مهاجر شقه جميله وبيعلموه العبريه وبيشوفوا له شغل او وظيفه. ده بجد؟ شقة جميلة ووظيفة مناسبة. ايه، انا غلط؟ لا مش غلط، بس الكلام ده كان زمان، من 10 سنين تقريبا. يعني ايه؟ يعني الشغل موجود. كيس جاكي افتحي، انا عابد يا جاكي. في ايه ده؟ انت غيرت المفتاح ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ وحشتيني. انت لسه زعلانه مني؟ Jackie, mon amour, mais viens alors, tu me manques. Tout de suite, mon amour. خد. أنا آخر مرة قلت لك ما ترجعش هنا تاني.
مون امور جو تيم. دي الوحيدة اللي بحبها فعلا، وهتجوزها وأعيش معاها بقية حياتي. طب ممكن تأجل الحكاية دي لحد ما ترجع؟ أرجع من فين؟ بروكسل. أنا آخر مرة قلت لك ما ترجعش هنا تاني. أنا لمحت لك أكتر من مرة، قلت لك ابعد عنها خالص، دي ما تنفعكش. لكن أنت ما فهمتش أو ما حبيتش تفهم، بالعكس كنت مصمم تتجوزها. انت كنت عارف انها هتعرف حد تاني؟ جاكلين لها علاقات برجالة كتير قوي. طب ليه ما قلتليش؟ ليه ما حذرتنيش؟ حذرتك، مش لسه قايل لك اني لمحت لك اكتر من مره لكن انت ما سمعتش لانك ما كنتش عايز تسمع. شوف يا عابد، في المواقف اللي زي دي لازم تشوف بنفسك عشان تصدق. معلش، انا عارف انها صدمه جامده قوي عليك، لكن صدقني لما تحصل لك دلوقتي أحسن بكتير مما لو كانت حصلت لك بعد ما تكونوا اتجوزتوا. شوف يا عابد، في حاجات كتير قوي في الدنيا دي لما تنكسر ممكن تتصلح، لكن في حاجات كتير قوي برضو لما تنكسر لا يمكن ابدا تتصلح. اللي حصل لك ده ما يتصلحش ابدا. لو عايز نصيحتي انسى جاكلين خالص، اعتبرها بالنسبة لك بقت ماضي. ما تضحيش بالمستقبل علشان ماضي ما يستاهلش يا عابد. اقفل الصفحة دي وابتدي صفحة جديدة خالص في حياتك. بص لقدام وانسى اللي فات كله. صعب. عارف انه صعب، بس صدقني لو ده حصل هيبقى اريح واسهل بكتير قوي. اريح واسهل لمين؟ ليا ولا ليكم؟ معقول يا عابد؟ واحنا لسه لغايه دلوقتي في انا وانتم؟ المفروض ان احنا دلوقتي بقينا شيء واحد، مش كده ولا ايه؟ خد الورقه دي، امسك. هتلاقي فيها عنوان شقه مفروشه فرش كويس قوي، وعقدها مكتوب باسمك ومدفوع ايجارها مقدما لمده 6 شهور. يلا روح دلوقتي اشتري هديه لبولينا واطلع على المصنع، فرع عمك اسحاق بالعقود والاتفاقيات اللي انت عملتها في رحلتك لاوروبا. هنتقابل كمان 3 ايام عند كوبري بونير. هناك هتلاقي المينا السياحيه اللي فيها المراكب اللي بتطلع تعمل رحلات في نهر السين. اركب المركب اللي بتقوم الساعه 2. فرانسوا،
خلصوا الطريقه دي وجهزوا الوحدات بسرعه. عابد حبيبي شريكي يا وش السعد والهنا والفرح والخير كله. ازيك يا عم اسحاق؟ وحشني. انت اللي وحشني. انا ايه الغيبه الكبيره دي؟ انت جيت امتى؟ وصلت امبارح. ايه ده؟ ايه الشياكه دي؟ ذوق بولينا صممت انها تجيب لي حبه حاجات كده، نزلت جابتهم لي الطقم بطقمه ماتشنج. الله 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 الله، وبايب كمان. اصلي النشوء بقى يزعجني، لاقي عليا مش كده؟ امال قول لي اخبار المصنع ايه والشغل ايه؟ نحمد الرب، شيء بقى هايل قوي قوي. تعرف يا عبد احنا مش ملاحقين، المكن شغال دلوقتي 16 ساعة من الصبح للظهر بالليل، من 6 الصبح لحد 10 بالليل. بس ده مش هيأثر على المكن ويخليه يخسر بسرعة؟ ما انا عامل حسابي، عينت طقم صيانة مخصوص للمكن. هو صحيح هيكلفنا شوية لكن مش مهم، ما عادتش تفرق. ومن امتى الفلوس ما بتفرقش معاك يا عم اسحاق؟ خلاص يا حبيبي عدينا، بقينا فوق 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 خالص قوي. هفرجك الكلام ده بنفسك لما تشوف الحسابات والدفاتر، مش هتصدق يا عادل. عدينا. تعال تعال. بولينا Mais qu'est-ce que tu fais là؟ سيد ما كان بيشتغل لوحده جزيل ليه؟ عشان مسيو آبد وصل. سي با فري؟ أنا لسه شايفة مسيو إيزاك خدوا دخلوا مكتب وقفلوا باب وراهم. انت شفته مسيو عبد شايل حاجة في ايده؟ وي بولينا وي، كيس كبير تغي شيك. سي مون كادو، هديتي. روح، انت لازم تروح تشوف الهدية بتاعك بتعمل ايه. يلا روح. بس انت قلت انه مسيو ايزاك خد مسيو عبد وقفل عليهم بالمكتب. انت روح خبط الباب، قول انك عرف انه مسيو آبد جي وانت روح سلم عليه. تي كوا سا؟ وي بيان سور، وقت خد معاك كافي قولي عشان مسيو آبد بيحب كافي قولي. تي سي جيزيل، انت معك حق، انا اروح واسلم على مسيو عبد. دي بقى مصروفات الشهر اللي فات كله. الصفحة اللي قدامها موجود فيها الإيرادات، هنا اهو هتلاقي الأرباح. الشهر ده هتكون الأرباح الدبل ويمكن أكتر كمان. بون اريفي مسيو عبد، انا عملت لك القهوة بتاعك. ميرسي بولينا، ميرسي. بولينا كل يوم كانت بتسأل عليك، تقول فين مستر عابد؟ مستر عابد وحشني كتير 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 قوي. مسيو إيزاك، وانت كمان وحشتيني يا بولينا. ميرسي. استني مش عارف اذا كان هيعجبك ولا لا. يجنن. تري بون، سي تري بون مسيو عبد. يا ريت يطلع المقاس مظبوط بس. لا انا عارفه مقاسي كويس. يجنن. ميرسي ميل ميرسي مسيو عبد. شفتي بقى بولينا مسيو عابد بيعزك قد ايه؟ اما انت يا عم اسحاق فجبت لك ده. يا ترى ايه ده بقى؟ علبة نشوء. مش عارف اذا كان هينفعك ولا لا. طبعا هتنفع، مفيش حاجة ما بتنفعش. لو تحب اغيرها لك. لا 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 لا، اللي ما تعوزوش النهارده ينفعك بكره. بمناسبة رجوعك بقى من الرحلة بتاعت أوروبا الناجحة دي، هنخرج سوا. إيه رأيك نتفسح ونرقص ونشرب للصبح، أنا وبولينا وأنت وجاكي، وأنا اللي هحاسب. أنا مش عارف، أصل أنا وجاكلين خلاص. يعني أنت سبتها خالص؟ أمال أنت قاعد فين دلوقتي؟ أجرت شقة في سان لازار. عموما ولا يهمك، البنات في باريس حلوين قوي وألف مين يتمناك، مش كده بولينا؟ بيان سور مسيو إيزاك.
احنا كده هنخرج ونشرب ونرقص لحد الصبح وطز في اي حاجة تانية، صح يا بولينا؟ Oui, monsieur Isaac. بس مسيو عابد مش يخرج لوحده. Ne t'en fais pas, monsieur Isaac. بولينا هيتصرف. اتفضلوا. بيرو ازازة نبيت كبيرة. تسويق مسيو. اتفضل شيزان. بيرو ده ولد هايل جدا. يعمل لي خصم 10% على كل حاجة بطلبها في المحل. أصل أنا زبون هنا دايما. ما واضح. مسيو عابد، جيزيل دي بنت طيب قوي ومش متجوز كمان. دي جيزيل جميلة. تحبوا تاكلوا ايه؟ بصوا هنا في سمك حلو قوي، ايه رأيك مسيو عابد؟ ماشي داكو. اوكي. ولينا خدي جيزيل معاكي ولقينا حبة سمك على حبة جمبري، ها؟ ما تنسيش رجلين الأخطبوط وحبة تحابيش بقى. أنا هجيب لك مسيو إيزاك كل الفوسفور اللي بالبحر. يلا يا جزيل. يلا. تعرف ان جاكلين فاتت عليها في المصنع؟ كانت عايزة ايه؟ ابدا، كانت جايبه الصندوق بتقول ان في حاجات بتاعتك اللي كانت عندها هناك. اشرب. في واحد اسمه جيورة زايد، قال ان هو من حيفا. كان عايز ايه؟ ابدا، سأل عليك، عرف ان انت مسافر، مشي على طول. مين جيورة زايد؟ لا ابدا، ده واحد صاحبي بيشتغل في الشباك في حيفا. ايه؟ شباك؟ اشرب اشرب. ايه يا عم اسحاق؟ عمرك ما سمعت عن جيورة زايد؟ ولا عايز اسمع. الشباك قال اشرب. اشرب. ايه ده؟ ده النبيت قرب يخلص. ولا يهمك، نجيب ازازه تانية. بيرو وانا. ايه مش إيزاك؟ مش يلا نرقص؟ ابريفو. Monsieur Abel, voulez-vous danser?